عمرك حسيت إنك وصلت لآخر طاقتك؟ أنت مش قادر تكمّل خطوة زيادة. ديفيد جوجلز بيقول لك اللي أنت حاسس بيه ده مش النهاية، ده مجرد 40% من قوتك الحقيقية، و60% الباقيين مستخبيين ورا الألم. في الفيديو اللي فات شُفنا إزاي جوجلز طلع من القاع، وإزاي قراره قدّام المراية غيّر مسار حياته. النهارده بقى هنتكلم عن أخطر فكرة في الكتاب كلّه، قاعدة ال40%. فكرة أنت لو فهمتها صح مش هتشوف تعبك بنفس الشكل ده تاني. جوجلز بيحكي إن في التدريبات القاسية سواء جري أو سباحة أو ضغط كان دايمًا في لحظة جسمه يصرخ فيها يقول له كفاية مش قادر. بس مع الوقت لاحظ حاجة غريبة جدًا، إن كل مرة يكمّل غصب عنه يكتشف إنه كان قادر يكمّل فعلًا. من هنا وصل لاستنتاج صادم، العقل بيستسلم بدري أوي، العقل شغله الأساسي مش إنك تنجح، شغله يحميك من الألم. فلما تحس بالتعب العقل يضغط زرار الطوارئ ويقول لك وقّف كده خطر. بس الحقيقة في اللحظة دي أنت ما استخدمتش غير حوالي 40% من طاقتك. تخيل معايا إنك ماشي في طريق، وأول ما رجليك توجعك العقل يقول لك ارجع. وهوجنز بيقول لو كملت شوية كمان هتلاقي طريق جديد فتح قدامك، مش لأن الألم اختفى لكن إنك اكتشفت إنك أقوى منه. هوجنز استخدم القاعدة دي في كل حاجة، في الجري والتمارين والدراسة وحتى حياته الشخصية. كل مرة عقله يقول له مش هتنفع كان يرد يقول له ده رأيك أنت مش حقيقة. وسمى المرحلة دي كسر الاتفاق مع العقل. احنا متعودين نسمع علينا في كل حاجة، نام مرتاح بكرة، لكن الانضباط الحقيقي يبدأ لما تعمل العكس وأنت تعبان. جوجلز ما كانش بيستنى الحافز كان بيجي ويمشي، لكن هو بنى حياته على حاجة أقصى. الانضباط تصحى بدري مش عشان مبسوط، تتمرن مش عشان مزاجك رايق، تكمل عشان وعدت نفسك. هو كان بيقول الانضباط هو اللي هينقذك في الأيام اللي حافز فيها ميت. من أقوى الأدوات اللي استخدمها كوجلز كان حاجة اسمها جدار المراية. كان كل يوم يكتب عيوبه، فشله، كذبه على نفسه ويحطهم قدامه على المراية، مش عشان يجلد نفسه لكن عشان يواجه الحقيقة ويكتب كان بكل عيب إيه اللي هيعمله عشان يصلح الألم ده. الألم كان بيبني مش بيهد. أنت مش ضعيف، أنت بس صدّقت عقلك بدري. جوجلز بيقول إن كل مرّة تكمّل بعد ما تحس إنك خلّصت، أنت كده بتوسّع حدودك وبتعلّم عقلك درس جديد، إنك مش بتهرب، مش لازم تكون من القوات الخاصة، مش لازم تجري 30 كيلو. قاعدة 40% تنفع في الشغل، التمرين، وحتى العلاقات. المرّة الجاية اللي تحس فيها إنك خلاص مش قادر، اسأل نفسك سؤال مهم جدًا، هو أنا فعلًا خلّصت والّا ده مجرد صوت من العقل عايز يريّح؟ في الفيديو الجاي هنتكلم عن أخطر مرحلة في الرحلة كلها، إزاي تحوّل الألم المتكرر لقوة ثابتة، وإزاي جوجل تستخدم الفشل كأداة مش كحكم نهائي. لو الفيديو لمس فيك حاجة اعمل لايك واشترك واستعد، لأن اللي جاي هيخليك تعيد تأليف نفسك من الأول.